وحشتوني أعزائي المتابعين والمشتركين، وأهلا بأي حد بيشوف القناة لأول مرة. بعد النجاح الكبير اللي الحمد لله اتحقق في الفيديو بالجزء الأول عن الإكسسوارات المهمة اللي المفروض تبقى في عربيتك، عملت لكم النهاردة أخيرا وبعد طول انتظار الجزء الثاني اللي كنت وعدتكم بيه. اللي ما كانش شاف الجزء الأول هحط لك اللينك بتاعه في الكاردز فوق، تقدر تروح تشوفه. روح شوفه كده بسرعة وتعالى لي يلا عشان نكمل رحلتنا مع أهم إكسسوارات المفروض تبقى معاك في عربيتك. اول حاجه هنبدا بيها وهي الكمبرسور. طبعا مش عايز اقول لك هو قد ايه مفيد، وقد ايه انت هتعرف قيمته في اليوم اللي انت تكون فيه لا قدر الله دخل مسمار في الكاوتش بتاعك، او لو انت نازل الصبح ولقيت العجله نايمه وانت مستعجل. وقد ايه احساسك هيبقى حلو جدا وانت بتسعف نفسك وبتتحرك لاقرب بتاع كاوتش من غير ما تاذي كاوتش عربيتك ولا الجنط بتاعها. وعاوز اقول لك ان مش ضروري ابدا ان انت تختار نوع بعينه، اختار يا فندم اللي يريحك تماما. انا شخصيا بفضل النوع اللي هو بيشتغل على ولاعه العربيه، واللي هو مش بيحتاج ان انا افتح الكبوت واوصله على اطراف البطاريه. هو بصراحه بيبقى سهل الاستخدام، وخصوصا لو هيستخدمه يعني حد من الانسات او السيدات. ويا سلام بقى كمان لو تجيب النوع اللي هو البورتابل كده شبه اللي في الصوره ده بيبقى عباره عن كومبريسور او منفاخ يعني صغير، وبيتشحن عادي بالشاحن بتاع الموبايل. وبصراحه ميزته ان هو صغير ومش بياخد مساحه في شنطه العربيه. ومن اهم مزاياه برضو ان انت تقدر تظبط الضغط وتسيبه هو يشتغل، وبعدين لما بيخلص خالص بيقوم بيفصل لوحده اوتوماتيك. كذلك بصراحه يعني انا بفضل كل ما هو ديجيتال منه، يعني انا مش بحب اللي هو ليه مؤشر كده الانالوج. قرايته مش دايما بتبقى دقيقه يعني. نيجي لتاني حاجه مهمه جدا وانا بحبها جدا وانت هتحبها جدا جدا جدا، وهي الجامب ستارتر، او زي ما بيقولوا عليه بتاع الاكسسوارات الباور بانك البطاريه. يا سلام على الجمال، وقد ايه الاختراع ده عظيم، وقد ايه بينقذك في مواقف كتير، وبيغنيك عن الوقفه عن ان انت تقعد تدور على حد تاخد منه وصله وتقوم بيها بطاريه عربيتك، او ان انت تدور على حد يزقك. ده غير ان هو طبعا حجمه صغير وسهل الاستخدام. كل اللي مطلوب منك زي ما بتستخدم كده الباور بانك بتاع الموبايل، ان انت هتوصل الطرفين بتوعه بالبطاريه بتاعتك، وهتنتظر كده على حسب التعليمات بتاعته برده، ولازم تبقى قاري الكتالوج كويس جدا. هتنتظر الفتره اللي هو هيبقى الكتالوج قايل لك عليها لحد لما هو يقوم البطاريه، حضرتك تدور شكرا مشيت. فاختراع في منتهى الجمال الحقيقه. يلا بينا زي ما احنا متعودين نعلي في الليفل بتاع الدلع بتاعنا. طيب انا عمال من الجزء الاول وانا عمال احكي لك على اكسسوارات كتير وعلى حاجات كتير كده المفروض ان هي تبقى معاك في شنطه عربيتك. هل انت لو متخيل ان الحاجات دي محسابه كده مفرطه او متنطوره جوه شنطه العربيه، متخيل شكل الفوضى هيبقى عامل ازاي؟ طيب ما احنا ممكن نحل القصه دي. هنحلها بايه؟ بان احنا نجيب منظم شنطه العربيه، او زي ما بيسموه كده اللي هو الترانك اورجنايزر. ده هتلم حاجتك كلها فيه وتجمعها كلها في مكان واحد وشيك، وبيخليك قادر تستغل المساحه كلها الكامله في شنطه عربيتك. اهم حاجه لما تيجي تشتريه حاول تشتري النوع اللي هو الخامه بتاعته قويه، او بمعنى ادق يعني ماسكه نفسها شويه، لان بيبقى في انواع رخيصه للاسف بتتفرط كده وبتتقطع بسهوله جدا يعني. اخيرا وليس اخيرا، نيجي لحاجه كده بتدي لمسه بسيطه وجميله للعربيه، الا وهي الليد الداخلي اللي انت بتقدر تركبه للعربيه. مش عايز اقول لك قد ايه هو بيخلي فيه شكل جمالي وشكل فيه شياكه كده للعربيه. ده كمان هو بيساعدك لما بتبقى سايق على طرق شويه مظلمه، او الاضاءه فيها مش قويه يعني، فانت لو في حاجه مثلا وقعت منك في دواسه العربيه بتبقى قادر ان انت تشوفها وتشوفها بمنتهى السهوله يعني. زي ما قلت لك هو طبعا بيدي لمسه جميله، وبيدي شكل شيك جدا. لما تبقى واقف كده في مكان وفاتح باب العربيه بيدي بصراحه شكل حلو جدا جدا. اهم حاجه لما تيجي تركبه تخلي حد متخصص هو اللي يركبه لك، وبلاش تيجي ناحيه ضفيره الكهرباء في عربيتك. حاول تختار النوع اللي هو بيتوصل على ولاعه العربيه برضه. الى هنا نكون جينا الى نهايه الجزء الثاني بتاعنا. ده مش معناه ان الافكار خلصت، ولا معناه ان الدلع اللي المفروض ندلعه لعربياتنا كده خلص. انتظرني في جزء ثالث ان شاء الله. بس ده طبعا يعني عشان ما يفوتكش هتحتاج من حضرتك ان انت تتكرم علينا باللايك وبالسبسكرايب، وتعمل شير طبعا لاصدقائك علشان ياخدوا افكار وهم كمان يدلعوا عربياتهم.